السلام عليكم احبتي مشاهدين ومتابعين قناة عمالقة الطيور واحد عراق. اليوم قررت انا وصاحبي نربي طيور ببغداد، وانتم راح تعرفون هذا المكان وين، وراح نوقفها لبغداد تكرجل. تعرفون هاي الفنادق وين. ما نقدرنا نسوي الواجهية لابراج عالية لان تحكمنا، راح نوقفها لبغداد تكرجل، وهذا مكاننا الجديد ان شاء الله. بعدين من نكمل نراويكم شنو اللي سويناه وشنو الطيور اللي راح نربيها، وان شاء الله نونسكم. تحياتي لكل عمالقة الطيور واحد عراق، اخوكم علي الشافعي. السلام عليكم احبتي متابعين ومشاهدين عمالقة الطيور واحد عراق. نرجع نوافيكم نكمل وياكم. بلشنا بالستة العصر وهسه الساعة 12 بالليل، مو؟ الساعة 12 بالليل كملت الواجهية. ارتفاع أعلى من التيغة بس على قد التهوية، أعلى من الستارة. كملنا الواجهية 4 أمتار، وإن شاء الله باكر راح نكمل. والمكان هذا الجميل الروعة اللي ولا غلطة. خليكم ويانا خنشوف راح نقدر نقاوم بغداد الحبيبة، نطحنها لو تطحنا من الحلة جايكم. خليكم ويانا متابعينا نوافيكم بالأحداث وبكل شيء جديد، ومنا لحد ما نكمل البرج ونراويكم الطيور إن شاء الله. تحياتي لكم أخوكم علي الشافعي. اللي يندل هذا المكان يكتب لنا وين العنوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليكم ويانا متابعينا. وشنو تنصحونا بالطيور؟ نجيب صغار شادات او مخاليف او نجيب كبار؟ بالنسبة للصغار هسه بعد يعني ما تصير، ما ترهم وما تصير خوش طيور لان الجو حار وتتمرض وبيها هلاكات. الافضل يا اما نجيب محير يا اما نجيب كبار. وعلى شهر الرابع على الموسم اللي يجي ان شاء الله ننزل للساحة بصغار ونكبر، بعد نسوي لنا بعد برج ونرتب ترتيب حلو والقادم افضل. تحياتي الكل كباتن بغداد المحترمين ومن الكرادة السيتي يعني ابو ناس. احنا راح نطير بالكلينس شلون اهل الكرادة، لو راح نطير بالشواكيش. اكتبوا لنا بالتعليقات. مساء الخير، مساء الخير على بغداد الحبيبة. مساء الخير عليكم كواتن العراق متابعين عمالقة الطيور واحد عراق. نرجع ان شاء الله اليوم نكمل هاي الواجهية، ندقها بمكانها، نثبتها ونثبت لها صفحة ونثبت المرادي والسقف. والله يسهلنا. السبب ناسية ما عليناها، خلينا نزال كبير، نزال مالتها راح نخليه، بس العلو ما نقدر نرفعه هنا، لازم يتيغه. يعني ما نقدر، يعني شغلات امنية. هو الشي هاي هذا سطحنا الجديد ان شاء الله وسخ هسه، وهاي راح نخلي هذا المكان هنا مكان الابراج، لان هاي لقينا برج قديم تعبان هنا راح نخليه بمكانه وراح نرتب الوضع. مساء الخير على بغداد الحبيبة. هذا المكان الجميل. ان شاء الله نسوي طيور هنا تعجب كل كباتن بغداد. تحياتنا للكابتن علي الربيعي والكابتن مايد العبودي هنا قريبين مننا بيناتنا الشط ان شاء الله. خليكم ويانا ووافيكم ان شاء الله بالاحداث هنا لحد ما نكمل ونجيب الطيور. تحياتي في كباتن بغداد المحترمين ومتابعين عمالقة الطيور واحد عراق. مساء الخير كباتن بغداد. نرجع وياكم نوافيكم عمالقة الطيور واحد عراق. هيكلنا الوضع، بس ندري نخلص شحن والساعة بالعشرة بالليل وقافل اليوم الا كمل. هيك صار ديزاين مالت البرج.
هاي التهوية، وهذا عرضه تقريبا 1.25 صار الداخل مالته. النص ما قدرنا نعلي لأن تحكمنا الستارة والمكان الحساس والأجواء الجميلة. هسه احنا من راح نطير؟ راح اقوم نهفي بالكلينس شلون هالكرادة. لا كذب الشاقة، التعب يقرأ ألف، بس مجاهد وإلا أكمل ما أعوفه. تحياتي لكل كباتن بغداد المحترمين، وبالأخص الكرادة سيتي. نرجع إن شاء الله نوافيكم بالأحداث من نكمل البرج، وطونا رأيكم وشنو رأيكم به، حلو لا؟ طبعا البوب مفتوحات لأن بعدني درين خلص شحن وأريد أثبت، يعني على قد الحال وإن شاء الله خير. ونرجع وياكم كباتن بغداد المحترمين. الساعة ب11:10 كملنا البرج، لأن كم طيارة كولا صاحبنا جايبهن، راح نطلعهن ونجيب طيور عدلات. بقى عندنا الترايش باكر نكملهن لين تعبنا، وطونا رأيكم. وذيك التهوية سويناها، شوفها تهوية مالت البرج دقائق. كباتن بغداد المحترمين، إن شاء الله نوافيكم بالأحداث، وتحياتي لكل كباتن بغداد ومتابعينا. مساء الخير على بغداد وأهل بغداد وأهلنا وناسنا كباتن بغداد المحترمين. كملنا البرج إن شاء الله وبخير وسلامة. لقينا ولا صاحبنا جايب لنا طيور هدية، بس راح احنا نجيب غير طيور مرتبات. لقينا هاي المرادي، كان جايب شماح الشاد، راح نطلع ذن شماح الكبار ونجيب شادات مرتبات لعيون كباتن بغداد المحترمين. هذا التار صدناه اليوم، احنا دا نشتغل. اي والله شنو اليوم، وجابوا لنا ذني هدية المساكي، وان شاء الله لعيون اهل بغداد هاي الطيور المحترمين. وانتم بعد تعرفون هذا المكان وين، اكتبوا لنا بالتعليقات. ان شاء الله راح نوقف بغداد تكرجل. هنا الكرادة تطيرون بالكلينس تهفون، احنا نهفي بالتشينكو. موابع عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتبوا لنا بالتعليقات شو رايكم بهذا البرج، على قد الحال بس شوية مشكنا. السلام عليكم احبتي مشاهدين ومتابعين عمالقة طيور واحد عراق، صباح الخير عليكم وعلى كل بغداد الحبيبة. من بغداد الحبيبة، وهذا مكان الجديد ان شاء الله راح اربي بيه، وشي تنصحونا نربي بيه هنا. بالنسبة للصغار بعد ما نلحق نربي صغار، لأن ولا صاحبنا جايبهن هدية مطينا اياهن سموزيانات، يعني راح نطلع من عندهن نبقش كم واحد نفر عليهن، وإن شاء الله على الموسم اللي يجي الشهر الثالث الرابع نربي صغار. لقينا هاي البرج ناصي، تحكمنا الستارة. تحياتي لكم، اكتبوا لنا بالتعليقات شنو رأيكم به. بعد ورانا تنظيف السطح وغسل ومعقاط هنا، لو نسوي لو ما نسوي ما نعرف، لأن هاي شوية شجرة تعيق الطيور من تحول، كمان نسوي لها هنا معقاط. شوفوا هاي الشجرة، هاي النبقة قريبة على أبراج، عود عبالنا نخلي الطيور تحول على أبراج، بس قريبة هاي النبقة عليهم، فالأفضل هنا نسوي معقاط للستارة. تحياتي لكل كباتن بغداد المحترمين، كباتن العراق ومتابعيني بالأخص. سوونا لايك واشتراك وتعليق حلو، وإن شاء الله القادم أفضل، وإحنا للونسة وللخو والصداقة لا أكثر ولا أقل. تحياتي لكل متابعيني.